الأخبار الموجزة ليوم الأربعاء: زادت عائدات جمرك الانجهار بنسبة 30%، جمعت 785 مليون أفغاني أكثر من قبل في الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها. افتتح يوم أمس بنك الدم الحياة لغرض جمع دم من قبل إدارة الشباب في دائرة الإعلام والثقافة في عاصمة مقاطعة هلمند لشكركا. حسب تصريحات وزارة التأهيل والتنمية الريفية، تم الانتهاء من مشروع ماء النظيفة في مقاطعة هلمند وقدم للاستخدام. تم تسجيل 922 فدانا من الأراضي الإماراتية في مقاطعة كابيسا. جمعت مكتب جمع الإيرادات في مقاطعة هيرات أكثر من خطتها. التقى مساعد التعليم الفني والمهني المفتي فضل الرحمن فاضل بمدير العام لدائرة الامتحانات الوطنية الشيخ عبد الباقي حقاني، وناقش مواضيع ذات الاهتمام المشترك. التقى اليوم وزير البترول والمناجم الشيخ شهاب الدين دلاور بحاكم مقاطعة زابل بسم الله عبد الله.